عباد الله يا الله باروች الشيء الذي لا بد أن لا ننساه ልንረሳው የማይገባ ነገር الشيء الذي ልንረሳው لا بد أن لا ننساه የማይገባ ነገር أننا እኛ في هذه الدنيا በዚህ ዱንያ እንግዶች መሆናችን ነው وأننا نعيش في هذه الحياة እኛ ይህችን ህይወት የምንኖረው لأجل الاستعداد للحياة الآخرة ለቀሪው ህይወት ለመዘጋጀት ነው لا بد أن نعرف ونعيش ልናውቅ ልንገነዘብ የሚገባው أن العمر مهما طال فهو قصير እድሜ ምን ያክል ቢረዘም አጭር ነው وأن هذه الحياة مهما عظمت ይህች ህይወት ምን ያክል ብትገዝፍ فهي حقيرة عند الله አላህ ዘንድ ወራዳ ናት ولا تساوي عند الله جناح بعوضة አላህ ዘንድ የትንኝ ክንፍ እንኳን አትመዝንም لا بد أن نعرف عباد الله ማወቅ ይገባናል የአላህ أن بعد ባሮች هذه الحياة موت ከዚች ህይወት በኋላ ሞት كما قال እንዳለ الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊዑላ እንዳለው كل نفس ذائقة الموت ነፍስ ሁሉ ሞትን ቀማሽ ናት وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ምንዳችሁን የምታገኙት የቂያማ ቀን ብቻ لا ነው بد أن نعرف عباد الله ልናውቅ ይገባል ዒባደላህ بعد الموت قبر ከሞት በኋላ ቀብር እንዳለ كما قال الله جل في علاه አላህ ጀለ ፊዑላ እንዳለው ألهاكم التكاثر በብዛት መፎካከር አላህን ከመገዛት አዘናጋችሁ حتى زرتم المقابر መቃብርን እስክትጎበኙት ድረስ لا بد أن نعرف ونعرف ልናውቅ ልንገነዘብ ይገባል أن بعد القبر بعد ከቀብር በኋላ መቀስቀስ እንዳለ وإحياء الموتى يوم እሱም القيامة የቂያማ ቀን ሙታኖችን ማስነሳት ነው بحسابهم والقضاء بينهم ለምርመራና በመካከላቸው ለመፍረድ قال سبحانه አላህ ጥራት ይገባው እንዲያለ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا እነዚህ የካዱት ሰዎች በፍጹም የማይቀሰቀሱ መሆናቸውን አሰቡ بلى وربي لتبعثون አይደለም በጌታ የሆነብኝ ትቀሰቀሳላችሁ ثم لتنبؤن بما عملتم ከዚያም የሰራችሁትን ነገር ትናገራላችሁ فذلك على الله يسير ይሄ በአላህ ላይ ቀላል ነው በላችሁ حين علمنا هذا كله ይህን ሁሉ ስናውቅ فما المطلوب من الجميع ከሁሉም የሚፈለገው ምንድነው فما المطلوب من الجميع ከሁሉም የሚፈለገው ምንድነው المطلوب ما قال الله جل في علاه የሚፈለገው አላህ እንዳለው آمنوا بالله ورسوله በአላህና በመልእክተኛው الذي أنزلنا በዚያ ባወረድነው ብርሃን እመኑ والله بما تعملون አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ